استاذه مريم. انت مجنون؟ انت بتمد ايدك عليا؟ انت عبيط يالا. انت اللي مالكش لازمه بتمد ايدك عليها. انا اللي ماليش لازمه وانت اللي ليك، صح؟ انت عبيط يالا، ازاي تمد ايدك عليا وعليها؟ هو انت ازاي تتجرأ وتمد ايدك عليا اصلا؟ الواد ده زودها قوي، يترمي دلوقتي بره الشركه. اترمي انا بره الشركه؟ انت موظف زيك زي يا حبيبي، انت اخرك تتحكم في نفسك بس. هو ده اللي اتعلمته من شغلانتك يا محترم؟ طب انا بقى هبلغ البوليس عليك. عندك حق، لازم نرميه بره الشركه دي ونطلب له البوليس كمان علشان ياخد جزاؤه ويحترم نفسه بعد كده. كلم البوليس يا رمزي. عندك حق، روح اتصل بالشرطه يلا، وانا قاعد مستنيهم. كده كده الشغلانه ما بقتش فارقه معايا. تمام قوي، انت اللي ضربت ببقك، هنروح اجيب الحكومه وجاي. استاذه مريم، انا اسف والله العظيم ما كنتش اقصد. والله امال لو كنت تقصد ده انت ضربتني بالقلم، وبعدين اصلا نسيت ان انا صاحبه الشركه دي وانا المدير عليك، يعني لحم كتفك من خيري. وما تنساش نفسك ان انت حته فرد امن شغاله عندي. يا فندم استني، انت مش فاهمه حاجه. انا كنت بتعامل معاك على انك اخويا الكبير، وما كنتش حاطه فرق ما بيننا، بس انت توصل بيك الجراءه ان انت تديني بالقلم؟ لا ده انت زودتها قوي، وبجد ايه الاسلوب المقرف اللي انت فيه ده؟ عامه كده كده اصلا مش فارقه، والبوليس جاي لك اصلا عادي. يا استاذه ثانيه، انت مش فاهمه حاجه، انا كان قصدي ان انا اعطلك بس مش اكتر. تعطلني تقوم تضربني بالقلم انا وخطيبي اللي هو مدير الشركه اللي انت شغال فيها، وبعدين تعطلني ليه اصلا؟ انا كنت لازم اعطلك عشان ما تروحيش المشوار ده، وبعدين انت زي اختي الصغيره فاكيد هخاف عليكي، وكمان انت بتقولي اللحم يكتفي من خيرك، ولما كنت بعوز منك اي فلوس كنت بتديني وبزياده كمان فوق مرتبي، فانا كنت لازم اعطلك عشان ما تروحيش المشوار. تقوم تعمل فيا كده بقى؟ مشوار ايه اصلا اللي انت عايز تعطلني عليه؟ هو في ايه؟ وبعدين مالك اصلا عمال متلجلج وعمال بتعطلني ومش عارفه ايه اللي انت فيه ده يا محمد؟ انا مش فاهماك بجد. يا استاذه هم عايزين يضحكوا عليكي، وانا خايف عليكي اكتر منهم. هما مين؟ انا عارف ان انت مش هتصدقيني، فعشان كده انا صورت لك الموضوع كله، صورته لك فيديو عشان انا عارف ان انت مش هتصدقيني. ايه اللي انت صورته وايه الفيديو اللي انت صورته؟ وريني. اتفضلي. خد يا رمزي الورق كله اهو، النهارده مريم تكون ماضيه على الورق ده. ده انت دماغك دي طلعت سم، ايه اللي انت بتعمليه ده؟ زي ما تسمع كلامي يا حبيبي، عشان خاطر كل حاجه تبقى باسمك مش باسم البت المفعوصه دي. لا هو انت يا بنت طلعت انت شطانه، انت ازاي يا اختي؟ انا مش عارف. طب المهم بس سيبك دلوقتي من اختي ومش اختي، النهارده البت دي تمضي على الورق ده عشان كل الشركات والفلل وكل حاجه باسم المفعوصه دي تبقى في اسمك. اسمع كلامي، انا عايزاك تبقى كبير وتكبر في السوق. انا كده كده كبير، مش محتاج ان انا اكبر ولا، بس اقول لك على كلمتين. كل اللي مضايقني ازاي واحده زي دي يبقى معاها الشركه دي كلها. والله يا رمزي انا ما قلقانه غير منك انت بالذات، ان انت ما تعرفش تمضيها. ايه ده مش فكره.